بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الصينيه الجميله دي، حاجه كده تحفه. هنعمل اللحمه والرز والخضار كله في حله واحده، للناس اللي ما عندهاش وقت، للناس اللي بتحب الاكل اللذيذ الطعم اللي يخلص كمان في خطوه واحده. دي اهم حاجه. عملنا النهارده المقلوبه مع بعض، تحفه جميله لذيذه. انا من محبي الاكل ده وعاملاها على اصولها. طبعا اللي ما يعرفش، انا قعدت بره 5 سنين كنا بنطبخ الاكل ده هناك في الاردن. انا بحب المقلوبه جدا والكبسه. عملت معاكم الكبسه موجوده على القناه قبل كده، هتلاقوها موجوده. لو عايزين اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في التعليقات، قولوا لي وانا هحط لكم لينك الفيديو بتاع الكبسه. ده اكل الشتاء بقى، المحشي، المقلوبه، الكبسه، اي اكل بيتفرط على صينيه كده والعيله كلها تتلم عليه. ده الاكل اللي بيدفي، اللي بيشبع بجد. النهارده هنعمل ان شاء الله في الفيديو المقلوبه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتاكدوا ان هي سهله وكمان لذيذه. انا متاكده اللي منكم هيجربها بطريقتي هيحبها وهيدمنها. يلا نبدا الفيديو ونشوف عملنا المقلوبه ازاي. لو عايزين فكره لاي اكله او ماسكه او اي حاجه، برضو ما تنسوش تكتبوا لي عليها في التعليقات، وما تنسوش تروحوا على اول تعليق هتلاقوني سايبه كل لينكاتي. يا ريت اللي مش مشترك معايا ويتفرج كده في صمت يعمل اشتراك للقناه عشان تكبر بيكم، واعملوا متابعه لصفحه الفيس، واعملوا معايا فولو على التيك توك عشان تكونوا معايا في كل مكان. ويلا نبدا الفيديو ونشوف عملنا التحفه دي ازاي مع بعض. تعالوا كده تشوفوا المكونات بتاعتنا. معايا هنا فرخه، طبعا الفراخ على حسب افراد اسرتك براحتك، فرخه نص، فرختين براحتك. تبلتها بس بمعلقه دقه. الدقه دي هنزلها لكم على القناه قريب. حطيت بس عليها معلقه دقه كده، توم وشطه حراقه وفلفل وملح، بتخلي الفراخ حكايه. يا دوب تبلت الفرخه كده بمعلقه دقه. معايا هنا الحاجات اللي هسلق بيها الفرخه: جزرايه، بصلايه، كام واحده طماطم. دي لسلق الفراخ كده. طبعا الحاجات دي هتتقطع دلوقتي واحنا بنسلق الفرخه. والملح طبيعي. البهارات بتاعتي بقى: واحده كرات اخضر لو في كده راس كرات، ورق لورا، كبابه صيني، بهارات الصحيحه كده، كبابه صيني كام واحده، حبهان، رنفل، فلفل وملح زي ما قلنا. وكمان شيء اساسي عندي في سلق اللحوم او الفراخ: كام فص مستكه كده. دي حاجه الفراخ. حاجه المقلوبه بقى: المقالي اللي هنحمرها مع بعض كده: بتنجان، بطاطس، كرنبيط او زهره زي ما بتسمى في بلاد الشام وكده. دي الحاجات اللي هنحمرها. وتعالوا الاول نسلق الفرخه وبعدين نرجع نحمر المقالي دي مع بعض ونشوف هنعمل المقلوبه بتاعتنا ازاي. اكله حكايه مش هتزهقوا منها، ادمان بجد. يلا نروح على البوتاجاز ونشوف هنسلق الفراخ الاول ازاي. جبت الحله بتاعتي كده، حطيت فيها مكعب زبده، دي زبده فلاحي عشان ما تنحرقش. هننزل كده بشويه زيت معاها، وهننزل بالكام فص مستكه اللي معانا كده. المستكه بتسيح بقى في الماده الدهنيه ايا كانت بقى، سمنه او زيت، وتدينا ريحه حلوه. طبعا مش هننزل بالفراخ الا لما المستكه بتاعتي تسيح واشم ريحتها الجميله. استناها بقى كده تسيح، والزبده بتاعتي كمان تسيح كده. ساحت المستكه والزبده كمان، شميت ريحه المستكه الجميله بتاعتي. هنزل بقى بالفراخ كده، اديها تشويحه. طبعا في ناس بتغلي ميه وتنزل بالفراخ كده في الميه، لا انا مش بعمل الطريقه دي. بحب دايما اشوح الفراخ كده في الزبده والمستكه. اشوحها بقى كده لحد ما تاخد لون، والفراخ كده بتتشوح. هنزل بالبصلايه، طبعا قطعتها كده، وهنزل بالجزرايه ونص ليمونه. هسيب الطماطم بقى كده شويه، هقطع كمان الكرات اللي معايا ده 4 كده، وهنزل بيها. طبعا دي بتديها ريحه جميله. عايزه اقول لكم مع المستكه كمان، المستكه ما بنكترش منها لان لو كترنا بتمرر. وهنزل بالبهارات الصحيحه: الكبابه الصيني والحبهان، هنفتحه كده وننزل بيه.
هننزل ريحته ورق اللورة زي الحبهان برضو، هفتحه كده. القرنفل والكلوب الصيني، الفلفل ده هستنى بيه شويه. شايفين الفراخ اتحمرت خدت اللون الجميل ده. هنزل بقى بالفلفل وهنزل بالطماطم بتاعتي. اقطع دول كمان كده. شايفين اللون الجميل اللي خدته الفراخ في الزبده كده مع المستكه، مع يا نهار ابيض على الجمال من الريحه اللي انا شماها. الريحه ديت طبعا من الدقه اولا، ثم من المستكه والبهارات والكرات والبصل والحاجات اللي احنا حاطيناها. بجد الريحه جنان. الريحه زمان، الريحه دي كنت بشمها زمان ايام ستي الله يرحمها. بجد ريحه الفراخ وهي بتتشوح كده تحفه. كده خلاص هي خدت التشويحه. هنزل بقى بالميه عادي، ميه سخنه او بارده. هنزل كده، هكمل انا بقى ميه لحد ما اغطيها كده. خلاص انا زودتها ميه، هغطيها بقى واركنها على العين ديت عشان نحمر المقالي بقى بتاعه المقلوبه مع بعض. ولعت كده على الزيت، قضيت الفراخ بتاعتي على العين كده التانية، وبس تغلي غلوتين اتنين هنشيلها مع بعض ونشيلها من الشوربه عشان لسه هتكمل سوا في الرز. ولعت على الزيت بقى هيسخن، ونرجع نحمر مع بعض البطاطس والبتنجان والكرنبيط ونشوف هنكمل ازاي. كده خلاص سخن الزيت. احمر بقى الكرنبيط بتاعي كده. طبعا مش هسويه سوا كامل، بس تحميره كده بسيطه يدبل بس كده، لانه كمان هياخد بقيه التسويه في الرز. طبعا المقالي دي انا بحبها جدا، ببقى انقيها كده من المقلوبه واكلها. حطيت كده الكرنبيط بتاعي في الزيت، هسيبه بقى يتحمر. على ما يتحمر هروح بقى اغسل الرز بتاعي اللي هعمل بيه المقلوبه، على ما ده يكون خد وش من على اللون ده، من على الوش ده كده. خلاص الفراخ بتاعتي كده غلت، هشيلها. انا مش عايزاها تستوي زي ما قلت لكم سوا كامل، هي خدت شويه في التشويح وكده خدت غلوتين في الشوربه. هشيلها بقى كده عشان لسه هتكمل. طفيت كده تحتها، لسه هتكمل سوا في الرز زي ما قلنا. وطبعا انا غسلت الرز دلوقتي. هشيل بقى الفراخ بتاعتي كده. كده شلت الفراخ بتاعتي، هركنها بقى على جنب. هي كده جاهزه ان هي تتحط في المقلوب. كده خلاص هطلع الكرنبيط بتاعي. طبعا انا قايله لكم مش هسويه سوا كامل، بس على اللون ده كده. وهطلعه في مصفى كده عشان يصفي الزيت الزياده. طلعته كده. هنزل بقى بالبتنجان بتاعي برضو، هديله برضو نص سوا كده. طبعا البتنجان ده يا دوب قطعته ورشيت عليه شويه ملح عشان اتخلص من الميه اللي فيه وما يشربش الزيت كتير. هحط البتنجان كله مره واحده، وهديله تحميره برضو نص تحميره. يبقى باقي معايا كده البطاطس، وابقى كده خلصت المقالي بتاعتي والفراخ جاهزه والرز مغسول. اعلي بقى تحته. طبعا كنت بوطي عشان ما يطرطش عليا. هسيبه بقى كده ياخد نص تحميره، ويبقى نرجع نحمر البطاطس سوا. وكده خلاص البتنجان خد اللون اللي انا عايزاه. برضو مش هحمره على الاخر، عايزاه بالشكل ده. هشيله برضو وهحطه فوق الكرنبيط برضو في المصفى كده عشان يصفي الزيت. كده باقي عندي البطاطس، هحمرها هي كمان. حطيت برضو كمية البطاطس كلها كده مرة واحدة. هسيبها برضو تتحمر تدبل وتاخد لون بسيط برضو ونطلعها. كده خلاص البطاطس كمان اتحمرت اللون ده كده. كمان مش هسويها سوا كامل، لسه هطيب في المقلوبة مع اللحمة كده، وهطيب بالشوربة هي كل المقالي ديت هتبقى لذيذة. هطفي بقى كده تحتها وهطلعها هي كمان.
برضو كله كده في مصفى واحده على بعضه كده عشان تصفي الزيت زي ما قلنا. ودي كل المقالي بتاعتي على بعضها كده، هسيبها بقى تصفي. شايفين الزيت اللي نزلته قد ايه؟ هسيبها بقى كده تصفي. عادي تقدري بقى تطبقي المقلوبه فوق بعضها دلوقتي وتولعي عليها، او انت كده جهزتي كل حاجه يعني بعد ساعه بعد ساعتين براحتك بقى قبل الغدا هنطبقها ونولع عليها. انا بقى هسيبها شويه كده تصفي الزيت، وبراحتي بقى بعد شويه هنرجع نطبق مع بعض ونولع عليها. تعالوا كده كل حاجه جاهزه، تعالوا بقى نطبق المقلوبه كده ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. جبت هنا المقالي والرز طبعا مغسول وناشف. الرز غسلته، وادي طبعا الفراخ بتاعتي. ودلوقتي هنجيب الشوربه اللي هنسقي بيها. هشيل كده المقالي واجيب الرز الاول. هحط كده نص الرز في الحله من تحت، هنزل بقى بالمقالي كلها كده، هوزعها بقى كده على الرز، وهجيب الفراخ بتاعتي هنزل بيها برضو كده. الشوربه دي كمان طبعا احنا قلنا الفراخ بس خدت تشويحه وغلوه وهتكمل سوا مع الرز كده. وهجيب بقى باقي الرز وهنزل كده. جبت كده الشوربه اللي هسقي بها الرز. طبعا الشوربه دي متملحه وعليها التوابل بتاعتها، بس هحط كمان شويه دقه لان في ملح الرز كمان، يعني دي كده تمليحه الرز. هدوبها بقى كده. ممكن كمان احط مكعب زبده لان المقالي بتاعتي انا صفيتها خالص من الزيت. احط كده مكعب زبده برضو فلاحي. وهنا ده كركم جايباه من عند العطار، هحطه بقى في الشوربه كده معلقتين كبار او 3 معالق. وهنسقي الرز لحد ما ياخد كفايته. هنزل بقى بالشوربه كده على الرز. كده خلاص حطيت الشوربه بتاعتي على الرز. طبعا دقت الشوربه عشان لو محتاج ملح ازوده. كده الملح تمام. هرفعها بقى على النار تغلي كده. ولعت عليها كاننا بنسوي بقى رز عادي. وكده كده الخضار متحمر نص سوا، هيستوي في قلب الرز، والفراخ كمان هتكمل سوا في قلب الرز. هنغطي عليها بقى لحد ما تغلي، وساعه ما تغلي هنوطي بالعكس ونسيبها شويه لحد ما تتشرب الميه. اما تتشرب الميه بقى نوطي شعره كاننا بنسوي رز عادي خالص. هسويها بقى كده ونرجع نشوفها مع بعض. تعالوا كده نشوف المقلوبه وصلت لحد فين. كده خلاص شربت الميه بتاعتها الشوربه. وطيت انا بقى، هنوطي بقى شعره كده ونسيبها تكمل سوا ونرجع نشوفها مع بعض كمان شويه. تعالوا كده نشوف المقلوبه بتاعتنا. كده خلاص استوت. هنغرفها بقى ونقدمها ونشوفها مع بعض. عايزه اقول لكم دي من الاكلات اللي بتتكب كب على صينيه كبيره كده زيها زي المحشي زي الكبسه. هغرفها بقى ونرجع نشوفها مع بعض. وكده بعد ما غرفت المقلوبه شايفين الجمال، تحفه. الريحه ماليه الدنيا بجد، الريحه كده تجوع. وكله زي ما قلنا في حله واحده للناس اللي ما عندهاش وقت، او الناس اللي خلقها ضيق، او الناس المستعجله. عملناها كده كله كده في حله واحده. شايفين فراخ متحمره ومستويه، الريحه والطعم جنان. عايزه اقول لكم انا دقتها طبعا بجد هتعجبكم، وسهله وبسيطه. بس بنحمر المقالي زي ما شفنا في الفيديو، وبنغسل الرز والفراخ بنسلقها بس ربع سلقه، وكله بيكمل طياب بقى مع بعضه، وكله بياخد من طعم الفراخ مع الخضار مع الرز. بجد هتعجبكم.
وزي ما قلت لكم في المقدمه دي اكله الدفا، اكله الشتاء، اي اكل كده بنحطه على صينيه والاسره والعيله تتجمع حواليه، بجد بتبقى حاجه حلوه. وكده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك عليه، ومتنسوش تشيروه مع اصحابكم وحبايبكم، ومتنسوش كمان تبعتوا لينك القناه عشان اللي لسه مش مشترك معايا يشترك في القناه وتكبر بيكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، واللي منكم تجرب المقلوبه بتاعتي متنساش تقولي رايها، ولو عايزين فكره اي فيديو برضو متنسوش تقولولي. وكده خلص الفيديو، وسلام.